كمية مية يا جماعة كتيرة. القهوة مرة واحدة بس في اليوم بدون أي إضافات، بخرج السموم اللي موجودة في الكبد منه، فلازم أبقى محتاجة مية عشان أنظف. المية شيء مهم جدا، أقل حاجة 2 لتر، بس طبعا كل ما نزود كل ما ده يكون حاجة كويسة جدا. شوية رياضة ولو حتى حاجة بسيطة، مثلا نص ساعة مشي، برضو كل ما نزود كل ما كان حاجة كويسة. بس بعد ما ناكل ننزل نتمشى مثلا نص ساعة، ساعة الا ربع ونرجع. رابع حاجة اللي أنا بحب دايما أتكلم عليها واللي أنا دايما بطبقها في حياتي وهي الصيام. نتكلم هنا على الصيام المتقطع. لازم أكلنا يكون من الساعة 11 الصبح للساعة 7 بالليل، يعني 11 ممكن نفطر، نتغدى مثلا الساعة 2 3، آخر أكل ناكله نحطه في بقنا هيكون مثلا الساعة 7. الساعة 7 لتاني يوم الساعة 11، احنا كده بنتكلم 15 16 ساعة صيام. بيحرق، هيدخل كده على الدهون اللي موجودة في الكبد يحرقها بالكامل. أكتر حاجة في كل البروتوكول ده هتحرق الدهون الموجودة في الكبد هم عدد الساعات دول اللي انتم هتتوقفوا عن الأكل فيها. المكملات الغذائية، أول حاجة السيلي مارين، حوالي 400 مللي جرام في اليوم. السيلي مارين ده اللي هو شوك الحليب، دراسات كلينيكال ترايلز بتؤكد فعلا ان هو بيساهم بشكل كبير في حماية الكبد، في نزول انزيمات الكبد في الدم، وحماية خلايا الكبد من السموم. الحاجة الثانية الكولين. الكولين مميز جدا، هو بيمنع ترسيب الدهون داخل الخلايا الكبدية. يعني كل ما الترايجليسرايد أو الكوليسترول يترسب داخل الخلية الكبدية ياخدها من إيديها ويطلعها بره. ممكن ناخد لغاية 85 مللي جرام في اليوم. في حاجات تانية برضو زي الانتي تشوك اللي هو الخرشوف، بيدعم افراز الصفرة والهضم. برضو الكركومة او الكركم حوالي 100 مللي جرام انتي اوكسيدانت. لكن الكركم والخرشوف اللي هو الانتي تشوك ده حاجات مساعدة، يعني اذا كانوا موجودين اوكي، اذا ما كانوش موجودين هم مش. احنا البروتوكول اللي احنا بنعمله ده لمدة 10 ايام، ولكن المكملات الغذائية ممكن استمر عليها لمدة شهر او شهرين، وده يبقى حاجة كويسة جدا. اوميجا 3 ده انتي اوكسيدانت قوي جدا، انا باخده على طول السنه تقريبا 1000 ل 2000. انترناشونال اينهايت. المغنيسيوم بالليل قبل ما ننام من 300 ل 400 مللي جرام. برضو البروبيوتيك مره واحده بس قبل الاكل نص ساعه. سيليمارين، كولين من الناحيه الثانيه، اوميجا 3 بروبيوتيك ومغنيسيوم دول اساسيين في البروتوكول بتاعي. في بعض المركبات الكبسوله بيبقى فيها اكتر من حاجه. لو انتوا عايزين تاخدوا حاجات منفصله فانا قلت لكم الحاجات المهمه اللي انا هكتبها لكم لازم تجيبوها بالجرعات دي وتاخدوها لمده شهر زي ما احنا اتفقنا. لكن الاكل والشرب والصيام والرياضه والحاجات دي على الاقل لازم التزم بيها بشكل مكثف جدا وقوي جدا خلال 10 ايام، وبعد كده يختفي تماما.